تشرف بالاسم؟ السيد عادل الناجي حماد، أحد عشائق قبيلة الحاسة، وعضو في مجلس حكماء. شرفتنا في مصر. الله يسلمك. ايه هي اهم اهداف الجلسه دي؟ والله اولا في البدايه بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله. نشكر حكومه الجمهوريه العربيه المصريه وعلى راسهم السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه حكومه وشعبا على كرم الضيافه وحسن الاستقبال. وهذا ما هو بغريب على شعب مصر ولا على قياده مصر الرشيده. فنحن عندما اشتدت الأزمة بالآباء والأجداد المؤسسين لدولة ليبيا الأولى اتجهوا إلى مصر، وعلى رأسهم حضرة صاحب الجلالة الملك محمد إدريس المهدي السنوسي ملك المملكة الليبية المتحدة، وأسس دولة الاستقلال الأولى في هذا البلد الطيب. فنحن التاريخ يعيد نفسه ونعاود نفس التاريخ. فاجتماعنا كان محصور في ثوابت أو في نقاط ثابتة، من بينها المحافظة على الجسم الشرعي اللي هو مجلس النواب والحكومة الموافقة عنه، ودعم الجيش والشرطة، والعودة إلى شرعية الدستور سنة 1951 متمثلة بدستور الاستقلال، دستور الآباء والأجداد المؤسسين. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا. شكرا.